لنهاية فترة التدريب اللي ابتدت من نهاية بطولة العالم من 3 سنوات سنة 80، وكوننا فريقين، فريق قومي ألف وفريق قومي ب، وصفينا الفريقين على 40 لاعب. بعد كده ابتدى الحمل بالتدريج إلى أن وصلنا عليه الآن. الحمل دلوقتي في نهايته لأن بطولة العالم على الأبواب بالتدريج. ابتدينا على 3 فترات، فترة سنة 80 والفترة الثانية سنة 81 والفترة النهائية كانت السنة دي بعد بطولة الجمهورية. هم الفريق القومي. البطولة ان شاء الله هتكون في 6 مسابقات، هنشترك في جميع المسابقات ال6 اللي هم كاتا جماعي انسات وكاتا فردي انسات وجماعي وفردي كاتا وكوميدي رجال. نرجع تاني للرسم البياني للتدريب اللي احنا دلوقتي في اخر درجات التدريب. دلوقتي تمرين المفروض ان اي لعيب ينزل البطوله زي بطوله العالم اللي احنا نشارك فيها بيكون في كامل لياقته. ياسمين قول لنا يعني ايه رايك النهارده في الفرقه اللي كانت منافسه؟ احنا كنا شايفين منافسه قويه جدا، قدرتوا ازاي تتغلبوا على ده وتحصلوا على المركز الاول؟ بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى، يعني مجهود المدربين. انتوا استعديتوا كويس للبطوله دي؟ تمام. طموحاتكم بقى المرحله اللي جايه؟ ان شاء الله نتمرن نبقى احسن وننافس بطولات دوليه باذن الله. تمام. سيادة اللواء تقول ايه للفريق والبنات الجمال دول اللي حققوا المركز الاول في ظل المنافسه القويه اللي كانت موجوده؟ شكر لله اولا واخيرا، ثم بشكر اولياء الامور اللي تعبوا مع بناتنا، لان هم حضرتك عارف طبعا هم اللي بيودوا ويجيبوا
ويسهروا ويدعموهم وبيدعموهم بكل امكانياتهم. فبشكر طبعا الاسره تعبت مع البنات جامد، بشكر بناتنا اللاعبات لان في وسط الدراسه والدراسه صعبه وعندهم ودي فتره اعداد الامتحانات، ومع ذلك كانوا بيتمرنوا واقتطعوا من وقت المذاكره علشان يستعدوا للبطوله. فانا بشكر الجهاز الفني، بشكر اداره نادي اتحاد الشرطه اللي ساعدتنا بتوفير كل الامكانيات المتاحه اللي وفقتنا ان احنا نجيب المركز المشرف ده. الحمد لله. الحمد لله. كلمنا ازاي التدريبات يعني قبل البطوله كانت قاسيه شويه، المدربين كانوا قاسيين عليكم في التدريب عشان تحصلوا على اللقب؟ هي طبعا كانت قاسيه عشان كمان وقت امتحانات وكده، فكنا طبعا بنضغط نفسنا عشان البطوله طبعا وعشان الامتحانات. فطبعا اهم حاجه الروح، دي اللي بتخلي الواحد يكسب اصلا في اي حاجه. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 626 لسنة 2019 قرر تمنح الأوسمة التالية للاعبين واللاعبات والمدربين المحققين إنجازات على المستوى العالمي والقاري. الطبقة الأولى لكل من السيد أحمد عبد الله علي رمضان